ها يا ماما، انا اتاخرت. مش تصحوني؟ المدير هيرفدني منكم لله. مش انت اللي جاموسه ونومك تقيل؟ حرام عليكي يا ماما، كنت ترمي عليا جرد الميه. يا اختي عشان تصوتي لي على الصبح. اصوت لك يا ماما احسن ما يصوت عليا المدير. يا لهو على اللي هيعملوا فيا. اسكتي يا بنتي يا بنت المجنونه، ويلا الحقي اجهزي وانزلي. هو انا لسه هجهز يا ماما؟ والنعمه لا اروح كده. هتروحي بالترنج يا بنت ازاي؟ اه يا ماما، اروح بالترنج والحق اروح قبله، بدل ما يقلع شعره ويمسح بيا ارضيه الشركه. رفعت شعرها ولبست كوتشي ومشيت بالترنج فعلا. بس مين هي مزة مزة يعني حتى لو راحت منكوشة؟ تعالوا بقى اقول لكم مين هي المجنونة دي. فرح وحيدة امها بس مجنونة قوي، وبتخاف من المدير قوي اللي هو البطل بتاع الرواية يا جماعة. مزة عندها 23 سنة، جميلة جميلة ومتكاملة، عاملة زي الأميرة كده في الجمال، ملك الجمال يعني. بس يا خسارة مجنونة قوي في طريقتها. نروح بقى لقصر عائلة الفيشاوي. بيقوم البطل بتجهيز نفسه عشان يروح الشركة، وبيلبس بدلة جميلة جدا وفخمة قوي، ماركة عالمية، وجزمة كمان، وبيرش البرفان الخاص بيه يزن الفيشاوي. رجل أعمال وبيزنس مان كبير، بيشد جميع البنات ليه بجماله. وطبعا هو ولا يهمه غير شغله. عصبي جدا بس مزي جدا جدا، حاجة كده زي القمر. شركته أكبر شركة استيراد وتصدير عالمية، ومعروف جدا في كل مكان، وبيلقبوه بحوت السوق. وخرج من أوضته ونزل ولقى أخته بتفطر عشان رايحة الكلية بتاعتها. صباح الخير يا حبيبتي. صباح الخير يا أبي، تعال أنا عاملة حسابك اقعد افطر. لا لا، أنا لازم أمشي عشان ما أتأخرش. يا سلام يا سلام، هو يزن الفيشاوي يقدر يتأخر على موعده؟ ده لا يمكن يحصل أبدا. يا بكاشة، طب انت خلصت اخدك في طريقي؟ اها. لا يا أبي، امشي انت، أنا لسه ما خلصتش وكمان عشان ما تتأخرش. ماشي يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك ولو في حاجة رن عليا. حاضر يا أبي. ومشي يزن للشركة. اوف، الحمد لله انه مشي. لما رن على فهدي بقى اشوفه فين. ايوه يا فهد، انت فين؟ يلا ما تتأخرش عشان ما تأخرنيش، ده انا كنت هروح فيها. ياسين كان عايز يوصلني. طب وعملتي ايه؟ ما تقلقش، اتصرفت. يلا تعالى وهحكي لك في الطريق. حاضر يا حبيبتي، انا جايه اهو. تعالوا بقى اقول لكم حكاية فهد وندى. ندى تبقى اخت يزن الوحيدة، ودلوعة يزن. يزن بيحبها قوي وبيعتبرها بنته. هي في اخر سنة من كلية هندسة، بنوتة رقيقة وجميلة. اكيد ما هي اخت يزن. المهم، فهد بقى صديق يزن، وبيحبوا بعض قوي يعني من الآخر. بيكمل يازن في كل شيء، القوة والعصبية، ويازن بيلقب بالحوت، وفهد يلقب بالفهد، والاتنين قوة جامدة جدا في السوق. المهم، فهد بيحب ندى قوي بس خايف يقول لي يزن، احسن يفكر انه بيبص لاهل بيته وكده، وانه اخت صاحبه ما ينفعش يبص لها. المهم، فهد مستني الوقت المناسب هو وندى، ويقولوا ليزن تكون ندى خلصت الجامعة. تعالوا بقى نشوف هيحصل ايه. وصلت فرح للشركة وهي بتجري زي المجنونة. وسعوا وسعوا، يا رب ما يكون وصل قبلي يا رب. راحت الأسانسير اتأخر عليها، طلعت تجري على السلم. وصلت للدور العاشر وهي ميتة ومش قادرة تاخد نفسها. منك للي كلت دراع جوزها يا ظالم يلي في بالي. يا لهوي، ايه ده؟ ايه ده يا فرح، في ايه؟ مالك؟ وايه اللي انتي لابساه ده؟ سيبك من انا. استاذ ياسين وصل ولا لا؟ يا بنتي خدي نفسك الاول، ولا يا ست اطمني لسه ما جايش. الهي ما يلحق يجي ويقفلوا الطريق عنه الظالم الجبروت المفتري. يا دوب ما كملتش ولاقي الصوت من وراها بيقاطعها وبيقول لها: وايه كمان يا استاذة فرح؟ يا حزني، ده هو اللي بيتكلم. صباح الخير يا مستر ياسين. صباح الخير يا هبة، اتفضلي على شغلي. حاضر يا فندم. خدي يا بنتي، ما تسيبينيش معاه لوحدي، ده ممكن يكوني. قولي لي بقى يا استاذة فرح، كنت بتقولي ايه تاني كده؟ بصي يا اسطى، هقولك. يا اسطى، انت فاكرة نفسك فين؟ حقك عليا يا باشا. بصلها يزن بغضب.
قصدي يا أستاذ يزن. أنا كنت بتكلم على عم عبده بتاع الشاي، لسه لحد دلوقتي ما جاش. هو انت بتدعي على الراجل ليه؟ أصل أنا الصراحة كنت عاوزة شاي. يزن بيبص على لبس فرح وبيضحك. طب اسكتي اسكتي، وبعدين ايه اللي انت لابساه ده؟ ده ترنج، ما انا بصراحة خفت اتأخر. يزن بضحكة جميلة قال لها: ايه ده؟ هو انا بخوف قوي كده؟ الصراحة يعني انت عاوز الصراحة ولا عاوز بنت عمها؟ ايوه عاوز الصراحة. يلا قولي. الصراحة انت بترعبني مش بتخوفني بس. بس انت ايه يا شيخ؟ مفيش غير العياط. يلا انجزي خلينا نشوف الشغل، وجهزي ورق الاجتماع يلا وبسرعة. مش عاوز ولا غلط. حاضر يا أستاذ ياسين. وكل واحد فيهم راح على مكتبه. الحمد لله، ده لو عرف إن الكلام كان عليه كان ممكن ياكلني ويشرب القهوة بتاعته بعد. بس والنبي عسل برضه. إيه. وندى وفهد وصلوا للجامعة. ما تتأخرش عليا عشان تروحني. حاضر يا فندم، أي أوامر تاني؟ ضحكت ندى ومشيت وسابته عشان تروح الجامعة، وهو كمان هيمشي يروح الشركة. بيت فرح هو بيت بسيط جدا بس مليء بالسعادة وضحك فرح فيه، وحنان أمها رقية، وأبو فرح متوفي. وحكاية فرح هي بنوتة جميلة، أبوها متوفي وأمها عايشة، وهي وحيدة أمها طبعا. فرح بتشتغل عشان تصرف على البيت، وكانت في مشاكل لفرح وأمها من أهل أبوها، وأم فرح خدت فرح وهربت بيها، وربت فرح لحد دلوقتي محدش يعرف مكانهم. أم فرح. هاعمل ايه يا رب في المعفنة بنت المعفنة اللي مخلية اوضتها زي الزريبة دي؟ وهي بتروق سمعت حد بينادي عليها. ايوه يا ام محمود، في ايه؟ احنا جايين نشرب معاك الشاي يا اختي انا وابو محمود. تشرفي يا اختي في اي وقت. ان شاء الله يخليكي يا اختي، انا هدخل بقى اشوف الاكل اللي على البوتاجاز. اتفضلي يا حبيبتي. ودخلت رؤية تكمل ترويق الشقة، وبتقول: لما رن على البت تيجي بدري، يمكن جايين يطلبوا ايديها للواد محمود، اهو يرحمها من المرمطة اللي هي فيها دي. وجابت التليفون وبترن على فرح، وفرح في الاجتماع مع يزن. يا لهوي يا ماما، افهمي بقى اني مش فاضية. يا مهانم، هي دي شروط العقد. اتفضلي شوفيها. هات يا فرح الورق. كانت فرح مشغولة في التليفون بتكتب رسالة لأمها إنها مش فاضية. هو يزن بعصبية: فرح يا فرح. هو فرح بخضة: أيوة 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 يا أستاذ يزن. هات الورق يا فرح. حاضر حاضر. اتفضل اتفضل يا أستاذ. اتفضلي يا أستاذة هيام. ايه يا يزن، انت كلك ثقة، أنا همضي من غير ما أشوف حاجة. تمام، شكرا على ثقتك دي. لأ، شكرا دي بس ما تنفعش. وراحت غمزت ليزن. فرح كانت متابعة الحوار وهي عاملة كده، ويزن هو بيبص على شكل فرح اللي ملامحها اتغيرت من الكلام. وقال يزن: امال ايه بقى يا هيام هانم؟ لا لا يا يزن، من غير أستاذة وهانم، احنا نتعشى سوا. لا، انا عندي اقتراح احسن، احنا نعمل حفلة صغيرة في المطعم بمناسبة العقد بينا. اوكي، ما عنديش مانع. خلاص اتفقنا. فرح تجهزي كل حاجة. فرح طبعا كانت مركزة مع البنت ومتنحة. كان يزن بيضحك على فرح وهي متنحة على هيام. نعم، ايه؟ تجهزي كل حاجة للحفلة، فاهمة؟ حاضر يا فندم، في حاجة تاني؟ يزن استغرب من طريقة كلام فرح وقال لها: لا مفيش. تمام، عن إذنكم. يزن بعصبية قال لها: استني عندك هنا عاوزك. طيب يا يزن، أنا همشي أنا بقى وأشوفك بكرة في الحفلة. تمام يا هيام، اتفضلي. ووقفت هيام عشان تمشي، وطبعا قبل ما تمشي بتسلم على يزن وبتبوسه. وفرح كانت واقفة متضايقة من طريقتهم كده قدامها. في ايه بقى يا أستاذة فرح؟ مفيش حاجة يا أستاذ يزن، ممكن أخرج؟ مالك يا فرح؟ أنا أول مرة أشوفك كده، مالك في ايه؟ مفيش، هو ممكن أخرج أكلم والدتي؟ خرجت فرح من غير ما تسمع ليزن ولا كلمة. استغرب يزن أوي من فرح، ودخل عليه فهد. مفيش، وبعدين انت اتأخرت كده ليه؟ يا عم غصب عني، الدنيا زحمة قوي. طب اقعد يلا عشان اقولك ايه اللي حصل في الاجتماع.
وقعدوا يتكلموا مع بعض.